قال انا ماجد يا فرفور، انا النهارده هبطلك كوره واخليك تلعب باليه مائف بسين الكناري. انا بعد الماتش ده هخلي الناس لما يشوفوك يفضلوا عليك بصان يقولوا مش ده بسام اللي ماجد بياخده شمال ويمان. انا هعرف اادبك واخليك تخاف من اي حاجه شكلها مدور. انا لازم امسح العار وادفن السلعوه اللي خرمت شباكي وهزل صورتي قدام الملايين اللي بيتابعوني. مش عايز القصه تبوظ لحسن راح اقابل خطيبتي بعد الماتش ومعانا نجيب رغيفين فينو وناكلهم لطيور النورس عند المعديه. كله يخش على بسام. انا ما ينفعش اخسر الماتش دوا قدام ماجد، ده العيال تجرسني في شوارع بورسعاد. انا لازم اجيب جونين في السريع واخلص الماتش بدري. بعدين الفرقه اللي انت هتوقفني بيها بسام كتخابه، ده انا ياما قابلني فرقه اجمد من كده كانوا عاملين 100 فرقه في بعض وبرضه نفختهم. الواد دوا عمال يتمزرب جامد، بس هو اللي جنى على نفسه وجالب رجليه. خد انا ماجد في ام المعده. لا كده اما الجون انا اخوها مش شوطه زي دي اللي تهز. وانت بسام انت عبيط ولا ايه؟ الجون هنا عندي مش في كرش مجان. هو اللي انا عملته في حسن مجانس هيطلع عليا ولا ايه؟ وما ضنايا، ده انا لسه عندي من ده كتير. هوب ده الواد ماجد عمل واحد الله. هتحتاج شوطه اجمد من دي يا بسام عشان توقفني، غير ان انا لسه اخد مرهم البواسير، يعني حالتي على العال. ويلا بقى يا ياسين الكونتر اتاك. كونتر اتاك، الله يرحم ايام ما كان شعر بطك اطول من نجيله. بيقولوا انت اجدع خط وسط في جمهوريه بورسعاد، ما تسيبك من الفرقه الكحيانه دي وتيجي معايا، ده احنا نعمل احلى شغل مع بعضنا وهديك اللي انت عايزه. ولا فلوس الدنيا كلها تغنينا عن مجاد، احنا ضربنا بكالوريوس في طبق واحد. خلاص انت الخسران يا حبيبي. ملعوبالك يا ماجد يا ابن اللذينه. يا عم انت بتشوطها فيا ما بالراحه. عايزكم تكسروا الواد ماجد. هوب اديله بقى واحده على الطاير وخلص الماتش بدري. خد انا زربعه الكابتن مجاد. انا كده دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، ده انا صديت شوطه ماجد. هوب مع ان شكله سوسن بس شكله واد صديت. امال الناس فلقونا مجود وانت طلعت هفق لابعد الحدود. ما عادش الا انت ابو زعراره اللي هيتكلم عليا. هنشوف يا ماجد، وعلى رأي المثل اللي يضحك اخيرا يكهكه كثيرا. قشطة عليك يا رعد، يلا ارمي لي الكوره. ماشي يا بسام، بس هد الجعوره شويه. امسك. اهم حاجه ان انا ادي الكوره للكابتن بسوم. انا اسمي الكابتن بسام، انت هتاخد عليا يالا ولا ايه؟ طب يا عم اشمعنى رعد بيقول لك يا بسوم؟ لان انا ورعد متربيين مع بعضينا، وبعدين اساسا انا جايبك كمالة عدد. انت بتعاملني كده ليه؟ خد الكوره يا عم، خد يا عم الكوره، مش عايز منك حاجه. اعرف مقامك. يلا يا دي حمدي نفرمه. انا قلتها مرة وهقولها تاني، خشوا عليا يا هفاءات. هيا انا هخليكوا عبرة للفرقتين. اوه الله يرحمهم ماتوا مفروشين. انا لازم ادي الكرة متقشرة للكابتن بسام. امسك. يا وشي. وطي صوتك يلا واسترجل، ده احنا ما خدنا كور في وشوشنا وفي مناطق اخطر من كده بكتير. هات لك كورة. خد بالك يا حنف، انا عارف الواد ده بيصد بكرشه. امسك يا كابتن. مع السلامة يا فرقة صعاليك. باين انه هيعملها ولا؟ امسك يالا وليد عبدة السلع. والله ما داخله. انا اول مرة اتدقلج عن النجيلة كده، انا مش مصدق نفسي. اظن بقى بسام انت بعد الغطس اللي خدته في النجاله ده انت تبطل كوره خالص وتروح تشتغل غطاس في المجاري او تروح تبيع كلوتات في التجاري. راجل يا ولاد، اجدع حارس فيك يا بورسعاد، ده انت خليته فتح برجل من ملعب لاخره. العيال دي شكلها مش هترتاح غير لما اطلع زرابين عليهم. زربون. الماتش ده شكله بتاعنا، وبسام ده مكانه تحت استرزاق جزمتي.